السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من وصفات أميرة. وحشتوني وحشتوني قد الدنيا، يعني وحشتوني أوي أوي أوي. هنعمل بقى النهاردة طريقة الفول كده المدمس بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وهيطلع معانا أحسن من بتاع المحلات مليون مرة. شفتوا قد ايه مستوي كده، مستوي مش يعني مش مستحمل حتى ايدي عليه. حلو جدا جدا، وكمان موفر بطريقة غير طبيعية. يعني عملنا كمية كبيرة قوي 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 من كيلو فول واحد. وطالع معانا مظبوط ظابطة، مش عايزة اقول لكم. والسر في معلقة واحدة بس هتخليه يعني ما شاء الله، هتخليه كده ايه، يقعد معاكي فترة اطول. وكمان هيكون حلو وكمان في معلقة كمان هتخلي لونه احلى واحلى كمان. تابعوني بقى في الفيديو كده وما تتخطوش اي حاجة في الفيديو، عشان في حاجات كده تكتات بسيطة هنعملها في قلب الفيديو عشان تشوفوها. يلا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبتدي الوصفة بتاعتنا. انا عندي هنا كيلو فول ونقعته في قلب مية. حطيه في وعاية كبيرة كده، طبق كبير، وحطيه في قلب مية كده ليلة كاملة، يعني من بالليل. انا قعدته كده حوالي ليلة ونص، يعني من بالليل كده تاني يوم بعد الظهر. اشتغلت فيه. هنا بقى خلاص كنت صفيته، ومعايا بقى هنا المقادير ايه. عندي نص كوباية رز مغسول، وعندي كوباية من العدس الاصفر المغسول. يعني مش نقعينه خالص، لا هو مغسول بس. ومعانا جزرتين مبشورين، وبصلة صغيرة مبشورة، وطماطماية مبشورة. ومعايا ليمونة مصححة. وكمان هنحط معلقة الكركم الصغيرة. معلقة الكركم دي هتديله لون حلو جدا جدا، اللون اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. بعد كده بقى هجيب الفول بعد اما صفيته وغسلته حلو جدا جدا، وقمت حطيت الليمونه مصححه، ما قطعتهاش ولا جيت يمها ولا اي حاجه. وكمان حطيت بقى ايه نص كوبايه الرز. وكمان حطيت كوبايه كامله من العدس الاصفر. وحطيت البصلايه الصغيره المبشوره، وطماطمايه مبشوره. وكمان جزرتين كبار مبشورين. بس كده الرز هيديله لفة حلوة كده، هيخليه يعني ايه تخين مش سايل. هيديله قوام حلو، والعدس والجزر والطماطم. البصل والطماطم هيديله طعم حلو، والجزر والعدس هيديله لون احلى واحلى. المعلقة بقى اللي احنا هنحطها اللي هيخليه دايب كده وحلو هي معلقة السكر. حطي معلقة سكر. وبعد كده بقى ايه هنملي الحلة كمية مية حلوة. علشان هقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. انا هنا كنت بقلبه وقلت ايه هحتاج ميه كمان، يعني عشان ما احاولش ان انا ازود ميه في وقت اما بسويه. هسيبه بقى يغلي كده مع نفسه، مش عايزه ازوده ميه تاني. خلاص كده لقيته تمام معايا، هبدأ ان انا احطه على نار عالية لحد اما يغلي، بس يعني مجرد اما يغلي بس. هنا بقى بدال حلة الضغط، انا ما عنديش حلة ضغط. هبدأ ان انا احط اي حجم تقيل على الحلة من فوق، غطا الحلة من فوق. وده بديل حلة الضغط. هنا بقى اول لما غلي معايا بدأت ان انا اقلبه كده، اديله تقليبة زي ما انتوا شايفين لونه حلو جدا جدا. وحلو قوي قوي، يعني الوانه كده حلوة وزاهية. هبدأ بقى ان انا في الوقت ده اوطي عليه خالص، يعني على زي الشمعة كده. ولو عندك كمان شياطة حطيها تحت الحلة وسيبيها تستوي حوالي ساعة ونص، هيكون معاكي زي الفل. هنا بقى خلاص كان جهز معايا حلو جدا جدا. قبل ما توطي عليه لو انت عاوزه زودي ميه مغليه، وسيبيه بقى على نار واطيه خالص. كل لما تهدي عليه النار هيطلع معاكي دايب كده وحلو ومستوي وزي الكهرمان كده. بجد حلو جدا جدا وموفر، وعامل لي يعني عامل لي كميه بصراحه حلوه قوي. هنا خلاص بقى حطي بقى ايه زيت حار، حطي طحينه، وظبطي بقى الملح، حطي كمون، حطي شطه، حطي دقه، زي ما انت تحبي. هو كده الفول معاكي جاهز اهو. وانت بقى ايه زي ما انت عايزه تلعبي فيه العبي فيه. خلاص بقى كده بدأت ان انا احطه في اكياس بعد ما برد خالص، يعني كان هنا خلاص برد خالص. هبدأ ان انا احطه بقى في اكياس، اعمل لي كمية حلوة جدا جدا. وطبعا بتاع بره يعني الكيس ب5 وب10، وما بيديكيش فول كده، بيبقى 3/4 مية اصلا.
شوية فول صغيرين وعليهم شوية مية. لا ده كيس من ده محترم، فول يعني هتحطيه كده في الخلاط تفرميه. بعد كده بقى بتظبطي ملحه، هو معلوش ملح، بتظبطي ملحه وحط شوية شطة وحط شوية كمون شوية دقة عصرة ليمون. عايزة تحطيه مثلا في طماطم في توم، حاجة بقى ترجعلك. حطي بقى في اكياس كده في الفريزر، وكيس بكيس طلعيه. عمل لي كل الكمية ده، وعمل لي كمان ال- اللي قدامكم ده، الكمية اللي قدامكم دي كمية حلوة جدا جدا، وطريقة سهلة وبسيطة وما خدش معانا اي وقت. اتمنى الفيديو بقى يكون خفيف على قلبكم، واكون افدتكم ولو افادة بسيطة. مع الف 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 سلامة يا حلوين.